هو انت فكرك لما تيجي تقولي لي كل شويه متقدم لك عرسان انا كده هخير واجي؟ يعني انا ما يتلوش دراع ابدا ومش جاي بكره. عارف يا عمور، انا ما رضيتش اتجوز طول السنين دي كلها ليه؟ عشان مستني اللحظه دي من زمان. هو ده انت متجوز وعندك عيلين اصلا؟ الجوازه الثانيه يالا، البنت ساعات موافقه قالت لي في السر ومش تعالى. حوده هو فين الهريسه اللي بالبنت اللي انا قلت لك عليها؟ انت عايزها معانا هنا؟ ما هنروح بيها فين؟ انا افتكرت ان احنا هناكلها لما نروح في البيت. يعني نرجع دلوقتي، هو ده وقت. بس اضحك بس هفتح. كانوا فاتحينها قمر ما لبستش ليه الخضره من القطوه؟ على فكرة كنت عارفة انك هتيجي، على فكره ما اقدرش ما اجيش، بس انت وحشتني بس ايه الحلاوه دي؟ بجد. عجبك الفستان؟ على فكره عسل قوي. على فكره هنسى. انا بتخانق بالمحمل ده. على فكرة يا عم بابا مستنيك من بدري قوي يا عم. انا همشي. دي طلعت حوده، مش بتقول لك عمو انت جاي تهزقنا ولا ايه؟ الاخوات الكبير بتعملي ايه؟ اه طبعا، اتفضل. يا عمو يا رب يا ساتر يا عم. كانش ليه لازمه التعب ده يا عروسه. حرمش منك. الرز بلبن ده ولا؟ حرمش منك. طب هو ابوه ليها واحده ابوها معانا واسا جابها اتنين بس. هي دينا اتنين. ابوها مش عايز يعني. منك يا رب. منورين يا جماعه. ايه اللي انت بتعمله ده النهارده؟ ماليه من قعده الحمام، من القعده. ازيك يا عم؟ قطع ايديك يا عروسه، تسلم ايدك يا عروسه. اهلا بيك. شادة كانت قالت لي انكم محتاجين تقابلوني عشان تتكلموا معايا في موضوع خير. كان في نقله سيراميك واحنا طالعين البواب قال لنا ان انتوا بتبيعوا فيها، عايزين فيها كام ان شاء الله؟ ايه؟ اهو ده بقى كهن الابهات، عشان كده قلت لك هنكون جايين ليه يا حاج امير؟ يعني هنكون جايين ليه؟ والله يا حاج امير احنا يسعدنا ويشرفنا ان احنا نطلب ايد بنت حضرتك الانسه شهد لابننا الاستاذ عمر، وحابين نعرف طلباتكم ايه. وانت تعرف شادة منين يا حبيبي؟ هو انت مش قايله لبابا ولا ايه؟ لا قايله له يا عمر. والله يا عمي هي معايا في الشغل واحنا كمان نعرف بعض من الكليه، فبقالنا كتير يعني نعرف بعض. شكلهم كانوا ماشيين مع بعض من زمان يا حاج ميرو. نسطر بقى ونلم الموضوع قبل ما الريحه تفوح ولا ايه؟ ايه بقى؟ ايه يا غالي في ايه؟ قول لي بقى يا عمر، اخبار الشقه ايه؟ والله يا عمي زي ما حضرتك عارف كده انا لسه في بدايه حياتي، فانا ان شاء الله ناوي اجيب شقه ايجار جديد كده اهوت على قدنا انا وشهد يعني، بس ان شاء الله انا ناوي افتح البيزنس الخاص بيا، وساعتها ان شاء الله ربنا يقدرني واجيب الشقه تمليك. ومش بس كده، ده داخل جمعيه مع عمته صلاح، هيبقى هتاخد التاني صح؟ تاني. وانا داخل مع سناء هاخد الرابعه وهديها له برضه، وان شاء الله كلنا بنزق وراهم يعني. بص يا ابني، فكره ان بنتي تتجوز في جار جديد دي مرفوضه تماما. زي ما انت شايف احنا عايشين حياه مستقره، وانا مش حابب ان بنتي تخوض تجربه الايجار الجديد والبهدله دي. يعني اعذروني يا جماعه، دي بنتي الوحيده وانا محتاج اطمن عليها واضمن مستقبلها. يعني هي لو كان ليها اخت ولا اتنين كنت هتجوزه عرفي عادي يعني، مفيش اي مشكله. استنى يا عمر بقى، الله، ما احنا عايزين نيسر على الشباب برضه. حاج بقلاوه دي اول خطوه، وبعدين انا اخويا محاسب قد الدنيا بيتقال له يا استاذ عمر. الله يا عمي اللي عايزك تعرفه ان الموضوع مؤقت بس لحد ما اقف على رجلي. يا بابا عمر شاطر جدا في شغله وكمان بيترقى فيه بسرعة، وده ناوي كمان يفتح بيزنس. وانت بقى ناوي تقف على رجلك في قد ايه بقى ان شاء الله؟ 5 سنين؟ 6 سنين؟ والله يا عمي دي برضو حاجه بتاعت ربنا يعني. وبالنسبه للشبكه بقى ان شاء الله، كنت ناوي تجيب ذهب ولا ناوي تقضيها فضه عشان الظروف والكلام ده؟ لا طبعا يا عمي ناوي اجيب دهب ان شاء الله، مين قال غير كده؟ دي هديه العروسه، وبعدين انا ان شاء الله كمان ناوي ان انا اجيب حاجه تعجب شهد وفي نفس الوقت تناسب ظروفي. وظروفك دي بقى تطلع 80 جرام 50 جرام ذهب يعني مثلا. احنا كنا ناويين نفتح مشروع محل ادوات مكتبيه، مش ناويين نفتح محل ذهب. حتشبسوت ذات نفسها ما اتدفنتش بالرقم ده. ايش ايه؟ اوعى يا عم، اتدفن ب 15 جرام وروح حوالين التاج والباقي بسال. تقول لك بقى سلطان بروناي جايين نخطب بنت، تقول لك 80. لا يا عم حضرتك فاهم غلط، انا كنت عامل حسابي على 20 25 الف جنيه للذهب بس، والله العظيم ربنا قدرني على اكتر من كده هعمل ده. كام؟ 20 25 الف؟ ودول يجيبوا ايه يا استاذ محمود؟ نعم استاذ بندق، يجيبوا كام بقول لك؟ بصراحه يجيبوا 2 عصير في محل ده بس هينبسطوا. انت معايا ولا معايا؟ ما هو بيزعق لي وانا برتبك بصراحه من الراجل ده. امال لو قلت لك بقى ان انا عايز اعمل فرح في الشيراتون هتعمل ايه حضرتك؟ لا انت فاهم غلط خالص، انت ما قلتلوش يا عمر ولا ايه؟ مش ناويين يعملوا فرح اصلا. لا يا عم هي الفكره بس ان انا وشهد مش حابين نعمل فرح. بابا حبيبي، انا وعمر مش حابين ان احنا نعمل فرح، قلنا يعني ناخد فلوس الفرح دي ونسافر بيها نتفسح بيها في اي مكان. بتتكلمي ليه؟ يلا اتفضلي ادخلي جوه، يلا. بص يا ابني، واضح كده ان انت مش جاهز، وانا مش هقدر اوعدك باي حاجه. نبقى ان شاء الله كده نتكلم مره تانية اما ظروفك تتحسن.
انا حاسس ان احنا اترفضنا. انت اترفضت لوحدك، انا مالي؟ انت مجرجرني وراك. معلش سؤال بس حاج بسكويت، اصلك قلت له تعالى اما الدنيا تبقى تتحسن، يجي لك في الربيع ولا في شم النسيم ولا امتى؟ شغل لنا يا اخي مروحه حتى، ده احنا بص عاملين زي اللي نشوفوا بالبطاطس، الدنيا ملزق كلنا. انت الكسبان يا ابني، ده عيله ما يعلم بنا ربنا. نورتونا والله. واضح يا عم انك انت بترفضني من اول القعده. كل طلباتك تعجيزيه وحاجات ما بتحصلش في الظروف اللي احنا فيها دي. كمان عايز افهمك ان الموضوع عمره ما كان صفقه وبيع انت عايز تخلص منها وخلاص. انا بجد بحب بنتك، ولو طول اجيب لها نجمه من السما هعمل ده. بس هي الامكانيات هي اللي مخلياني ان انا مش عارف اعمل حاجه. ما احنا كنا شباب واتجوزنا، ولا انت شايف ايه يا استاذ محمود؟ عشان زمانكم غير زماننا وظروفكم كانت غير ظروفنا. احنا بننحت في الصخر دلوقتي عشان نعمل حاجه واحده بس من اللي حضرتك بتطلبها دي، وفي الاخر حضرتك عايز واحد يجي يشتري بنتك ما يكونش بيحبها. انا بصراحه مش عارف حضرتك بتفكر ازاي. نورتنا يا استاذ عمر، نشوفك على خير ان شاء الله. بالتوفيق يا حبيبي. يلا بينا بقى عشان الحاج قمر الدين ده باع واشترى فينا بما فيه الكفايه. يلا بينا. يلا بينا فعلا. شكرا. الواد شاري كتانيلا بيضة على بدله سودا وجايب بوكيه ملوخيه الوان وداخل لكم، ما تديله البيت ده، انت غيتت. انا ما عرفتش اكلمك الايام اللي فاتت بسبب ان انا ما كنتش عايز اتعامل مع حد ولا اتكلم مع حد. بس اللي انا عايز اعرفه لك ان انا حاولت زي ما انت طلبتي، بس واضح ان ابوكي كان بيرفضني من اول القعده زي ما انت كنت شايفه برضه. عامه ان انا مش هسكت وهحاول تاني وزياده كمان عشانك. المهم بس انك انت تفضلي جنبي. يعني انا دايخ عليك بقالي 3 ايام وانت قاعد هنا ولهان وحزنان. ولا صلي على النبي، لو ليك نصيب فيها هتاخدها غصب عن التخين وغصب عن ابوها، ولو مالكش نصيب فيها وربنا مش كاتبها لك مش هتاخدها حتى لو ابوها موافق. وبعدين بقول لك ايه بقى، حاجه مهمه حطها في دماغك، الجمعيه بتاعت سناء وانشراح طالما الجوازه باظت هاخدهم. انت باصص لي فيها؟ اسمعني بس، ما كده الجوازه باظت. يا ده اخوك في ظهرك ما تقلقش، خلاص هتاخدها ان شاء الله، وانا هاخد الجمعيه بقى. قوم اعزمني على بانجا يا خربت خلاص.